هل الفترة الانتقالية في مشروع قانون الإيجار القديم تخالف الامتداد القانوني الصادر بحكم المحكمة الدستورية العليا سنة 2002؟ السلام عليكم. في الفيديو ده حابب أرد على سؤال مهم بيتكرر الأيام اللي فاتت، وهو هل الفترة الانتقالية اللي موجودة في مشروع قانون الإيجار القديم ووضعه الحالي واللي وافقت عليه لجنة الإسكان ومقرر طرحه في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29/6/2025 القادم بتتعارض مع الامتداد القانوني الصادر بحكم المحكمة الدستورية سنة 2002؟ ناس كتير جدا بيقولوا ان مفيش تعارض، وناس تانية شايفة ان في مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالامتداد القانوني. فانا بقى اليومين اللي فاتوا دولت رجعت الحكم وقلت احاول اكون وجهة نظر من الناحية القانونية واعمل لكم فيديو بالمضمون ده اللي ممكن يهم بعض الناس. في الأول خلينا نعرف إيه حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2002 والمتعلق بالامتداد القانوني. الحكم ده صدر في دعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، وذكر في الحكم ده بشكل واضح إن الامتداد القانوني لعقد الإيجار السكني بيكون للجيل الأول فقط، زي مثلا الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو الأب أو الأم. لكن الحكم حط شرط مهم جدا، إنهم يكونوا أصحاب الامتداد ده اللي ليه حق الامتداد مقيم مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة قبل وفاته. يعني المحكمة حددت بشكل واضح مين اللي ليه حق في الامتداد ومين ملهوش حق، وقالت إن الامتداد ده مش حق تلقائي، ده ليه ضوابط، ولا هو مثلا توريث. الحق ده بيكون للجيل الأول المقيمين مع المستأجر الأصلي فقط، ولا ينعقد لمدة زمنية محددة، يعني مش مقرر بمدة زمنية للممتد ليه العلاقة الإيجارية عن المستأجر الأصلي، لأنه العقد بيمتد ليه بس بينتهي بالوفاة أو الترك. تاني حاجة، الفترة الانتقالية لمشروع قانون الإيجار القديم والمعروض حاليا. الحكومة قدمت مشروع قانون جديد ولجنة الإسكان وافقت عليه، ومن المقرر عرض مشروع القانون ده في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم 29 يونيو القادم. وجاء في القانون اللي كلنا عارفينه الحديث عن فترة انتقالية، واللي تنص على أن تنتهي عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة 7 سنوات، وتنتهي عقود الإيجار للأماكن غير غرض السكني بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. يعني النص ده معناه ان كل المستاجرين الحاليين للوحدات السكنية هيستمروا في اماكنهم لمدة 7 سنوات كفترة انتقالية من تاريخ صدور القانون، وبالنسبة للوحدات لغير الغرض السكني هتكون 5 سنوات، وبعد كده العلاقة الإيجارية تنتهي. جوهر المشكلة إن النص الخاص بالفترة الانتقالية في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بصيغته الحالية بيتعارض صراحة مع الامتداد القانوني اللي قررته المحكمة الدستورية في حكمها الصادر سنة 2002. وده من وجهة نظر المتواضعة أو من اللي فهمته، ممكن يكون صح أو أكون أنا فاهم غلط في التفسير ده، وحد من حضراتكم ممكن يكون عنده ملكة قانونية أفضل مني يتفضل يعلق بالصح، وأنا أول واحد أطلع أقول أنا كنت غلط، طالما الرد بالحجة والقانون اللي أنا بحاول أتحدث معاكم بلغته مع طبعا تبسيط المعلومة. وأحب أوضح لحضراتكم إن بنيت رأيي القانوني على إن المحكمة الدستورية قالت إن الامتداد بيكون ضمن إطار محدد وبشروط واضحة، وهي أن يكون للجيل الأول، وأن يكون هذا الممتد إليه من الجيل الأول أقام مع المستأجر الأصلي حال حياته، وأن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط. لكن مشروع القانون الحالي تجاهل كل ده بوضع فترة انتقالية محددة بسنوات بدون ما يراعي المراكز القانونية اللي استقرت للناس والضوابط اللي المحكمة وضعتها في حكمها الصادر 2002، واللي هي أن امتداد عقد الإيجار بيخضع لضوابط محددة مش لمهلة زمنية. وبالتالي في حالة وجود أي نص جديد بيتجاهل الضوابط الدستورية والمبادئ اللي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا، بيكون هنا النص ده قابل للحكم بعدم دستوريته في المستقبل، لأننا ببساطة مش هنقدر نحط مدة زمنية محددة لحد امتدت إليه العلاقة الإيجارية بحكم دستوري أرسى مبادئ قانونية واجب أخذها في الاعتبار، لأني كسلطة تشريعية ممكن أضع مثلا تشريع بأي شيء طالما تم التصويت عليه بالموافقة وتم نشره في الجريدة الرسمية. ولكن في حالة وجود مخالفة لمبدأ دستوري مستقل، هنا بيكون القانون مهدد بالحكم بعدم دستوريته نظرا للامتداد القانوني لعقد الإيجار اللي حكم به حكم المحكمة الدستورية العليا سنة 2002. وبالتالي أنا إزاي كده أجي أعد مشروع قانون وأقول حتى اللي ليه امتداد قانوني يخرج بعد مدة محددة اللي هي الفترة الانتقالية؟ هل في سند دستوري أنا وضعت النص ده عشان أنفذ مضمونه؟ لا خالص، مفيش أي سند قانوني خلاني أضيف النص ده. طيب هل في سند دستوري مخالف للنص ده اللي هو اللي متعلق بالفترة الانتقالية؟ في طبعا. السند الدستوري هو حكم المحكمة الدستورية العليا سنة 2002، وفي وضع فترة انتقالية مخالفة صريحة للحكم ده وغير متناسق مع ما جاء به.
في سؤال متكرر، ممكن حد من حضراتكم يقول لي مثلا انا مالك واللي ساكن في الشقه حفيد المستاجر الاصلي، وده مش عدل، وازاي ده امتداد قانوني والامتداد القانوني للجيل الاول؟ ازاي حضرتك بتقول الكلام دوت؟ الكلام بتاع حضرتك غير صحيح. التساؤل ده تحديدا ردت عليه محكمه النقض في حكمها الصادر بجلسه 16 فبراير 2019 في الدعوه رقم 11759 لسنه 88 قضائيه. قالت ايه بقى المحكمه؟ المحكمه قالت ان احكام المحكمه الدستوريه العليا تطبق باثر فوري مش باثر رجعي. يعني لو حصل امتداد للعلاقه الايجاريه للحفيد زي ما حضرتك ذكرت كده في صيغه سؤالك المهم جدا، فهنا لو الامتداد كان قبل 2002 فبيستمر عادي لحين الوفاة او الترك من الحفيد ده. وخلاصه الكلام ده عشان حضراتكم ما تتوهوش مني، خلاصه في نقطتين. اولا، حكم المحكمه الدستوريه العليا سنه 2002 قال بوضوح الامتداد مش حق تلقائي، يعني مش حق الى ما لا نهايه، والامتداد مش توريث زي التركه مثلا يتم تقسيمها على ورثه المتوفى، وانما خاضع لشروط وقيود قانونيه دقيقه بتنظم الامتداد ده للجيل الاول فقط او لمره واحده فقط، وبشرط الاقامه مع المستاجر الاصلي حال حياته. ثانيا، الفتره الانتقاليه المنصوص عليها في مشروع القانون المعروض حاليا على مجلس النواب. الفتره الانتقاليه دي المذكوره في الماده الثانيه تحديدا، كون انها تخلي في مده انتقاليه 7 سنوات و5 سنوات دون مراعاه حكم المحكمه الدستوريه العليا سنه 2002 غير متناسب مع ما قررته المحكمه الدستوريه العليا في حكمها سنه 2002، ومخالف للمبدأ الدستوري اللي أرساه الحكم ده، ومعرض بشكل كبير جدا في حالة إقراره على الوضع الحالي للحكم بعدم دستوريته في المستقبل. وفي النهاية كلمة أخيرة حضرتك، أنا متابع دايما للتعليقات اللي بتشرفوني بيها على الفيديوهات اللي بعملها على القناة، وبفرح جدا لما بشوف تعليق إشادة من حضراتكم أو حتى تعليق نقد موضوعي أو قانوني محترم، وبكون حريص جدا إن أنا أرد على حضراتكم على قد ما أقدر، لأننا في النهاية إحنا عايشين في الدنيا دي بنتعلم من بعض. وبالنسبة لمدى توافق مشروع القانون ككل مع الحكم الدستوري الصادر سنة 2024 اللي هو أصلا سبب بدء الجدل التشريعي الحاصل حاليا، فده موضوع تاني لو عايزيننا نتكلم عنه الفترة الجاية اكتبوا لنا في التعليقات، وأنا بإذن الله أتكلم فيه زي ما تعودنا بطريقة مناسبة وسهلة يفهمها كل الناس. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو عشان المعلومة الصح توصل للجميع، وعشان كمان نستمر في تقديم نوعية المحتوى القانوني ده واللي دايما بنجتهد عشان يخرج دايما ليكم بشكل يليق بحضراتكم. دمتم سالمين وبخير وبصحة وفي أمان الله.